يا مساء الحلويات على اللي واخدين قلبي من غير استئذان. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده جايه لكم في فيديو جديد. لو انت لسه اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه من كلمه اشتراك اللي باللون الاحمر وتفعلي زر الجرس وتدوسي لايك. هي بس ما علينا، ده لازم الجمله بتاعتنا تتقال. ويلا بينا على الفيديو. طبعا عايزه اقول لكم اليوم دوت انا كان كلي كسل، وانا بسببكم يعني اتشجعت. حتى بصوا يعني مش متجهزه قوي ان انا اصور وكده، وبصوا يعني حالتي حال، بس قلت لا مش هينفع. كانت ماما عندي بالليل وكنا قاعدين وسهرانين بقى لحد الصبح، فعايزه اقول لكم انا قايمه بجد مش شايفه قدامي. كان يعني قمت بدري ونايمة متأخر. فانتوا عارفين بقى القعدة ولمة الحبايب والناس الحلوة ديت بتبقي عايزة تقعدي ما تعمليش اي حاجة. فسبت الدنيا بقى تتبهدل خالص والعيال تلعب والدنيا تبقى بصوا تمام. عشان خاطر اظبط الدنيا. بصوا حتى الغسيل اللي جبته عشان ما يتدخنش بالليل وطبقته وانا قاعدة، وبصوا سيبناه مكانه. بصراحة يا جماعة قعدة الاهل ديت لا تعوض، والواحد بيستناها، يعني مش عارفة اقول لكم ايه، بستناه بفارغ الصبر. يعني انا ما بصدق ماما تيجي عندي، ببقى يعني في منتهى الانبساط. بس فطبعا قلت لما بقى الشاشه، بص هي ما كانش فيه بهدله قوي لان انا اصلا كنت منضفاها قبلها بيوم استعدادا لمجي ماما وكده. فقلت ان انا اظبطها بقى تاني تظبيطات خفيفه كده عشان خاطر تبقى الدنيا زي الفل، يعني اللي هو الحق الحاجه قبل ما تتبهدل قوي. انتوا عارفين انا اول باول شغاله. بصوا صراحه يا جماعه انا خنتكم، والله انا نضفت فوق الدواليب. بس صراحه عشان ده مش عارفه اصور معاكم خالص خالص، بقى صعبه. لاني كمان كنت بنضف على الكرسي الخشب بتاعي اللي هو الطويل ده، وبصراحه مش هعرف ان انا يعني اوريكم خالص عشان خاطر بيبقى صعب قوي ان انا اصور وانا فوق الدولاب. كنت بصور لكم قبل كده وانا يعني على السلم مش موجود و يعني مش هعرف ان انا اجيبه، فقلت ان انا اتصرف ومخليش الكسل بقى يتملك فيا. بصوا يعني الاوضه دي انا مسحها قبل كده بيوم. بصوا زي ما انتم شايفين الارض بتلمع من قبل ما امسح، اصلا ما فيهاش حاجه، بس انا قلت ايه، بحب ليفنج كده او غرفه المعيشه دي يعني اول باول كده ابقى مسحاها ومعطراها ومنضفاها. لان يا جماعه الاوضه دي انا اكتشفت بجد، يعني انا ضيعت سنين من عمري وانا مش قاعده فيها. عايزه اقول لكم اي حد بيجي بيخش فيها بيقول لي الاوضه دي مريحه جدا، احنا عايزين ننام بجد. يعني انا ابقى صاحيه مثلا وابقى قاعده مثلا فطرت وشربت القهوه بتاعتي ولا الشاي، وابقى بص خلاص يعني من كتر الهدوء اللي فيها والراحه النفسيه ببقى عايزه انام مش قادره. مش عارفه يعني في حد زي كده في منطقه في بيته معينه ولا لا. بس انا عايزه اقول لكم ارتحت لكده قوي يعني ما شاء الله، وعجبتني جدا الضوء الاصفر ده مع الستاره. بصوا اصلا كمان انا ببقى مطفيه النور، فعايزه اقول لكم الجو بيبقى جامد. هنا بوريكم المفرش اللي كنت عاملاه معاكم، هنبتدي نعمل واحد قبل الكريسماس ده ان شاء الله وهوريه لكم. بص هنا بقى كده خلاص كنت خلصت. طبعا 500 كادر في الكاميرا بس عشان خاطركم والله في التصوير عطرت كده وقلت لا ما بداش، لازم ايه اعطر واظبط الدنيا. اسكت على كده؟ لا طبعا. طلعت زي ما انتوا شايفين السفرة حالها مزري بمعنى الكلمة. كنت بذاكر وكنت بعمل شغل على اللاب زي ما انتوا شايفين، وكنت بظبط في شوية كشاكيل وحاجات وكده. فكنت رايحة أعبي اللاب تاني مكانه وقلت لا ده انا لسه في بقية حاجات عندي، فقفلت الشنطة تاني زي ما انتوا شايفين. ولميت طبعا المفرش ده ولا الملاية ديت. آه، وقعدت ألم بقى الأشياء والأغراض عشان خاطر أفضي الدنيا وأروقها. عايزة أقولكوا بأمانة يعني أنا اليوم ده تعبت فيه قوي، مع إني كنت مقررة إن أنا مش هعمل حاجة وهقضيه نوم ومش هعمل حاجة. بس قلت لا مش هينفع، مش عارفة ليه اليوم اللي أقول إن أنا هقضيه يوم بيبقى أكتر يوم بشتغل فيه. يعني أنا مش عارفة، قلت بدل ما انا زهقانه كده اشغل لي حاجه تسليني وانا شغاله علشان خاطر ما بقاش متضايقه وكده. جيت بقى اشغل اللاب، قيس فجأة بقى، قيس فجأة يعني الاقي ايه؟ زي ما انتوا شايفين دلوقتي هتشوفوا. لا انتوا لسه ما شفتوش اهو. فتحت لقيت الفيديوهات بتاعتي
وقلت يا سلام، هو في احلى من كده؟ مش عارفه ايه النرجسيه دي. فابتديت بقى ان انا اشتغل. قلت اشغل الفيديو بتاعي. بجد يا جماعه، انا الفيديوهات بتاعتي بتحمسني. انتوا بتحمسكوا ولا لا؟ مع انها المفروض ما تحمسنيش، يعني انا انها بتاعتي انا اللي عاملاها. مش عارفه بشوف شقتي وانا بروق فيها حته وبلمعها وبنضفها، واجي اشوفها قدامي في الطبيعه، اقول لا انا لازم اقوم اخليها زي الفيديو بالظبط. طبعا اعلانات اعلانات يعني لحد ما طهقتني. انا حاطه الماوس ده بره اللاب، يعني انتوا عارفين استخدامه اسرع وكده عن الماوس اللي في اللاب. هو شغال مفيهوش حاجه بس يعني قلت لا بلاش اشتغلي. معلش معذرة، الغسالة شكلها بتفيص. مش عارفة الصوت ده جديد فيها ليه، عايزة اعمل لها دورة خل واصور معاكم. بس المشكلة ان انتوا مش بتشجعوني. يعني عايزين الفيديو ده يجيب لنا 50 لايك مثلا ولا حاجة. الناس بتطلب ألوفات، انا طالبة منكم 50 وانتوا قدها. فاتمنى ان انتوا تحققوا لي اللي انا طالباه. تمام. اللايك ده يا جماعة هو اللي بيدعمني، هو اللي بيشجعني، وهو اللي بيخليني ان انا اقدر اكمل. بس شايفين الفيديو دخل وانا بطبخ على طول ازاي، ومنظر الاكل وايه. وقام خلص بقى. اسكت؟ لا طبعا مقدرش. رحت مشغله الفيديو بتاعي وانا في الجيم. يا جماعه الفيديو بتاعي وانا في الجيم ده خطير، انا مش عارفه ليه انتوا ما شفتوهوش. فيديو حلو قوي. شوفوها يعجبكم. كده بقى اهو شغلته. قلت بقى ان انا ابتدي عشان خاطر ايه الدنيا تتظبط وكده. بصوا انا لسه يعني مش بيرفكت قوي في تظبيط الكاميرا وكده. ف فاعذروني يعني، معلش لو انا مش عارفه اظبط الدنيا. ان شاء الله هيبقى الوضع احسن الايام اللي جايه. الستاند التاني ان شاء الله جاي في الطريق. معايا بس الستاند الصغير اللي انا لسه جايباه ده، اديني بشغل بيه نفسي. وهشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي يعني كده وهظبطها وان شاء الله خير يعني. صدقوني انا بسعى ان انا اصور لكم بجودة موبايل احسن بستندات احسن. بس عايزه اقول لكم يا جماعة الاسعار يعني اتضربت في 3. الايفونات اسعارها عدت جدا جدا. وانتوا عارفين القناة لسه صغيرة اكيد الارباح بتاعتها ضعيفة جدا جدا جدا، يعني ما تجيبش موبايل عادي اصلا، ما تجيبش موبايل بزراير. وكل اللي عندهم قنوات عارفين اللي انا بقوله دوت، لان القنوات وهي لسه صغيرة كده يعني تكاد انها ما بيبقاش فيها ربح كويس. بس فيعني ان شاء الله بسعى ان الحاجة تكون احسن. الموبايل كل شوية يفصل ويرن، فما علينا يعني. وبس يا رب يكون الفيديو عجبكم. وبس وبكده يبقى انتهى الفيديو بتاعي النهاردة. لو انتي لسه اول مرة تشوفيني ما تنسيش تدوسي لايك وتفعلي الجرس وتشتركي معانا وتنضمي لعائلتنا الكبيرة. وعلى فكرة الاشتراك مش بفلوس خالص، عشان كان في حد بيسألني. اشتراك اليوتيوب من غير فلوس، الزرار الاحمر ده بتدوسي عليه بتبقي خلاص كده اشتركتي معانا في القناة ومن ضمن المتابعين. عايزة اقول لكم لازم تفعلوا زر الكل اللي هو من ناحية الجرس، عشان خاطر اليوتيوب دلوقتي بقى مش بيفعل اشعارات كتير، فيعتبر فيديوهات مش بتتشاف. فانا بقى ايه حباكوا تشتركوا علشان خاطر وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد هننزله في بداية بقى موسم تنظيفات الشتاء بقى والشتاء والايام الجميلة دي يكون توصل لكم الفيديوهات على طول. معلش انا في اخر اليوم ومهنجة، بصوا حتى لسه عاملة فنجان قهوة اهو، وقلت ان انا اشربه عشان خاطر اظبط دماغي، اللي هو قهوة بحليب. آه مش عارفة الواحد من غير القهوة دي كان هيعمل ايه والله يا شباب. اكتبوا لي ايه اكتر مشروب بيفوقكم ومفيد بالنسبة لكم وبتحبوه.
وبس. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا بيه، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.